نصيحة من القلب للناس الباك، فرقعوا النقاط، ما سوقك لا في جهاز لا في جهازة، قرا مزيان وجد مزيان حيت هذا المستقبل. راه كنتمناو حنا لو اننا رجعنا للور وتحت لنا الفرصة مرة اخرى، ما تسوق لا الجهاز ما تخلع ما حتى حاجة، راه داك الشيء بسيط وبسيط وبسيط بزاف، غير عقلك اللي تيكبروا. راه من بعد الباك عاد غتبدا الرحلة ديال الحياة، المشقة ديالها والصعوبة ديالها والآفاق ديالها، واش داك الباك غيديك لشي حاجة ولا ما غيديكش، كتبدا من هاد المحطة هادي، كتبدا من واش انت فرقعتي النقاط ولا لا. ما تقول لي لا 10 لا 11 لا 12 لا، شوف 15 للفوق ونهضروا، 15 للفوق راه عندك واحد الامال في مستقبل زاهر. قل من داك الشيء، راه تنقول لك شوف شي حرفه اخرى، شوف شي حويجات واحدين اخرين، كاين امل ماشي ما كاينش امل. دائما ديك الكرتونه ديالك راه غتمشي لبلايص واحده اخرى، عاد غتبدا الرحله. يعني ما تخافوش ما تخلعوا ما تدهشوا، قراو مزيان قراو مزيان داك الشيء ديال النقيل والغش، حيت شفتي حوايج ما عجبونيش، ايوا حنا خلاونا نقلوا، ايوا حنا ما خلاوناش نقلوا، ايوا الجهاز خدام، ايوا الجهاز ما خدامش، يخدم الجهاز ولا كاع لا يخدم. انا تنقول لك بانه انت شوف مازال خاصك دي كونكور، مازال غدوز مباريات، مازال غدوز شحال من حاجه، الا جبتي النقطه ما جبتيش النقطه راه ما غدوز والو. يعني انت خاصك تمشي مبازي، يعني انت خاصك تمشي عامر، يعني انت خاصك تمشي واجد، يعني انت خاصك تكون قراي. وبيناتنا هاد الهضره في المستقبل، وبيناتنا هاد الهضره اذا ما استغليتيش هاد الفرصه ستواجه صعوبات. وتما نجيو نهضروا، انا ما كرهتش نقول لكم هضره رطبه، انا ما كرهتش نحاول نرطب معاكم ونقول لكم بانه راه صافا راه بخير راه ما كاين والو، ولكن نهار غتصطدم بالواقع غادي تلومني وغادي تقول هذاك السيد كان منافق. لذلك اقول لكم راه باقي لكم غير شويه، سيمانه ولا ما عرفتش باقي لكم، وحتى الناس ديال الاوراباك شوف اقرا سهر كل دوك الكتوبه، داك الشيء ديال كولو، لانه تنهضروا على داك الشيء اللي بقى لك في حياتك، واش غدوزو بخير واش ما غدوزوش، واش غيتحلوا قدامك بزاف ديال الافاق واش ما غيتحلوش. لذلك اقراو طحنوا، فهمتي؟ الحر نيت الوحشيه خصها تكون فيكم باش انكم تقدروا تنقذوا راسكم وتنقذوا عائلاتكم. انا راه تنقولها لكم، راه شي حاجه من غير النقاط راه ما كاين والو. كاين امل ما تنفيش، كاين طرق اخرى، كاين حراف، كاين ناس اللي كيتقاتلوا، كاين ناس اللي ما جابوش كاع داك الباك ووصلوا لمستويات اللي هي كبيره. ولكن مادام عندك هذه الفرصه، لانه الحياه كتعطيك فرص ومازال غتعطيكم فرص، ولكن انا ما بغيتكمش انكم تفلتوا هذه الفرصه ديال كرتونه اكاديميه ممكن تحل لك بيبان باش انك تاخذ كرتونات اللي كبر وكبر 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 وكبر. وتنقول لكم بان راه الباك باب ماشي نهايه المسار، ما حطها في مسار قدو قداش، ولكن هو الباب الاول اللي اذا دخلتيه عريض الكتاف تيق في راسك بالنقطه ديالك وفرض راسك وجبتيها النيت، قسما بالله حتى غادي تحلو قدامك بزاف ديال البيبان وغتوصل لمستويات وغيتحل. واللي بغيت نركز عليها ما تخلعوش، لانه كاين شحال من واحد اللي قاريين وضابطين وبزاف ديال الحويجات ومستوى كبير، ولكن نهار كيتحط في الامتحان كيتلف كيدير واحد الضغط على راسو كيحسبها نهايه العالم، وفي نهايه المطاف ما كيجيب حتى حاجه، وفي نهايه المطاف يلاه كيجيب ديك 10 ديك 11 ديك 12 ما كتوصلوا لفين. لذلك الانسان يحاول انه يتكالما، يحاول انه يركز، يحاول انه يرخيها. نهار الامتحان نهار نكون فوق الطبله ما نتسوق لا الجهاز لا الجهازه، انا جاي ضابط، انا جاي واكلها، انا جاي وفوق كتافي واحد المهمه وكنعتبر راسي مستعد، وجاي للامتحان ما خايف منه ما حتى حاجه لانني واجد. يكون جهاز تكون جهازه وما نغش، ما غنغش انا، ما غنقول ما حتى حاجه، لانني اختبر نفسي اولا، كنختبر راسي، وإلا نجحت في هذه بالغش مازالين جايين محطات اللي الغش ما غينفعنيش فيها. وبيناتنا هاد الهضره ومازال غتوقفوا عليها وغتقولوا قال لنا واحد السيد واحد النهار واتكلم عن تجربه. لذلك ما تندموش، ما تمناوش شي نهار انه لا ورجعنا للور ودوزنا عاوتاني الباك، لانه هذا الشيء غطيحوا فيه وطاحوا فيه ناس ومازال غيطيحوا فيه ناس. وتنقول لكم انا الحل الوحيد هو القرايه، هو انني نطحن دوك الكتوبه ونمشي واثق من راسي ونتهدم وما نتخلعش.
لانه شحال من واحد اللي خرج عليه هو الارتباك، هو عدم الثقه في النفس. انا كنت كنحضر كنجي كنقرا كنبريباري دوك المعلومات دايزين قدامي، ايوا نجلس مع راسي ونتهدن ونبرد بكل ثقه بكل هدوء واجد، ونحط داك الشيء ديالي في الورقه والسلام عليكم. ولكن اذا تخلعت، اذا حطيت الجهاز وحطيت ما كاينش كاع الجهاز، ما نتسوقليش انا ما غنغش، ما جايب لا تليفون لا نقلات حتى حاجه، تنجي تنقرا على راسي. فاش تنقرا على راسي وتنجيب النقطه تنعرف بانه راه اي كونكور جا قادر انني نوجد ليه، وغادي ناخذها كنموذج ديال انني نجحت في واحد الامتحان وقادر ننجح في جميع الامتحانات بالتوجاد وبالقرايه وبسهير الليل وبليالي بيضاء. ولا ما درتوش هذا الشيء مازال غتفكروا هذه الهضره. وكنتمنى لكم التوفيق، وفي نهايه المطاف تنقول لكم بانه الباك ليس معيارا للنجاح، والامتحان راه ماشي هو اللي غيوصلك لفين ولا ما غيوصلكش لفين، هو ما حطه، هو واحد الطريق وواحد الفرصه تحلات ليك وانت عندك 18 ولا 20 عام، ومازال غيتحلوا قدامك واحد المحطات واحد اخرين. وإني انا تنقول لكم فوق ما تحلات قدامكم شي فرصه او لا فوق ما تحل قدامكم شي باب، حاولوا انكم تستغلوه وفقط. اما النجاح ديالك في الحياه ولا الفشل ديالك ما مرتبطش بالباك، ولكن البيبان والفرص ما تفلتوهاش. وكنتمنى للجميع التوفيق، وتنركز على الهدوء وما نتستريساوش وما نخافوش.